ثقتي في زمايلي وأساتذتي في قسم الإعلام إن هم على قدر المسؤولية، وثقتي الأكبر في إن أولادنا إن شاء الله يتحملوا المسؤولية وما ياخدوش الكلام اللي بنقوله ده مجرد مؤتمر وراح لحاله. لا، عقد المؤتمرات يتم عشان تبقى هناك منفعة. في الشرقية وتحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق والدكتور هاني حلمي عميد كلية التربية النوعية بالجامعة، نظم قسم الإعلام التربوي بالكلية مؤتمره العلمي السنوي بعنوان الإعلام والتغيرات المناخية. استضاف المؤتمر عدد من السادة الإعلاميين والمتخصصين في المجال الإعلامي والبيئي ولفيف من أساتذة الجامعة وطلاب كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق. المؤتمر النهارده شأنه شأن باقي الأقسام العلمية، مؤتمر القسم الإعلام السنوي. هذا المؤتمر العلمي الذي يناقش يعني كل المستجدات داخل القسم وما وصلنا إليه في القسم من إنجازات، كل الإنجازات التي تمت خلال العام السابق ورؤية القسم في السنوات القادمة إن شاء الله. الحاجة المهمة إن هم ربطوا المؤتمر في قسم الإعلام بالتغيرات المناخية، وتزامنا مع المؤتمر العالمي واللي بنفخر به جميعا واللي تم عقده في شرم الشيخ. وده شيء جميل جدا لأنه هناك فقر شديد في الإعلام ودوره في إنه يوصل للناس أو يوعي الناس التوعية البيئية المناسبة. حقيقة أنا بجد أن هذا المسمى اللي أطلقوه عليه كسب تايتل أو عنوان تحت مسمى المؤتمر السنوي اللي هو التغيرات المناخية وتأثير الإعلام أو دور الإعلام في التغيرات المناخية مهم جدا، لأنه زي ما حضرتك اطلعت داخل الندوة أنه في بعض المحاضرات اتكلمت على التغيرات المناخية وأثرها وأسبابها وكيف يمكن يعني نقل هذه المعلومات بشكل مبسط وسلس لكل فئات الشعب عشان الناس تقدر تحدد المطلوب منها والتعامل مع التغيرات المناخية بشكل يعني يليق مع المعرفة واكتساب المهارة في التعامل مع هذه الأمور. حان وقت العمل والتنفيذ. هذه مقولة أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كوب 27 في بداية المؤتمر، وسار على نهجه زعماء العالم في أيام 7 و8 فبراير الماضي في المؤتمر طالبوا بنفس المقولة. حتى كل المتابعين للمؤتمر لو لاحظتوا أن كل كلمات زعماء العالم والرؤساء كانت منصبة على هذا الشعار: حان وقت العمل والتنفيذ. احنا سنويا بنعمل مؤتمر سنوي عن قسم الاعلام التربوي، فمؤتمرنا السنه دي وموضوعنا الاساسي عن الاعلام والتغيرات المناخيه، وتم اختيار هذا الاسم تزامنا مع مؤتمر قمه المناخ كوب 27 للتوعيه وتسليط الضوء على التغيرات المناخيه والخروج بنتائج وتوصيات للحد من مخاطر وتاثيرات التغيرات المناخيه. وعلى هامش المؤتمر استضفنا عدد من الشخصيات الإعلامية في مجال البيئة والإعلام ليزودوا الطلبة والحاضرين بمعلومات عن أسباب التغيرات المناخية والأسباب والتغيرات والعوامل ودور الإعلام في التوعية عن التغيرات المناخية. هذا المؤتمر من أهم أهدافه هو توعية المواطنين بالتغيرات المناخية. كانت مداخلتي في المؤتمر عن دور التلفزيون في التوعية بالتغيرات المناخية وقضايا البيئة. وصفنا في الجلسة واقع الممارسة والمعالجة التلفزيونية لقضايا البيئة، وكان فيها مجموعة من الإشكاليات أهمها عدم وجود استراتيجية واضحة للاهتمام بقضايا البيئة والتغيرات المناخية، أيضا عدم وجود برامج واضحة الاسم ومحددة عن موضوعات وقضايا البيئة، إحجام المواطنين عن مشاهدة مثل هذه الموضوعات، إشكاليات تتعلق بالقائم بالاتصال وعدم اهتمامه بالقضايا والموضوعات البيئية وعدم قدرته أيضا على معالجة مثل هذه القضايا الصعبة والعلمية. وطرحنا خطة عمل أو علاج لهذه الإشكاليات تمثلت في أن لابد من وضع استراتيجية شاملة
للإعلام المصري تهتم وتحدد أولويات الاهتمام بقضايا البيئة والتغيرات المناخية، وترجمة هذه الخطط إلى برامج تهتم بهذه النوعية من القضايا، توضع على خرائط التلفزيون سواء في القنوات المصرية الخاصة والعامة. أيضا نوعية المعالجة لقضايا البيئة تحتاج إلى مهارة خاصة، وتحتاج إلى أطقم من العاملين بالإعلام يكونوا مدربين على معالجة هذه القضايا على مستوى الإعداد والتقديم والإخراج. أهم التوصيات أن يكون عندنا إعلامي قادر على أنه هو يغطي التغيرات المناخية، ويكون إعلامي له ثقافة أنه ما ينطقش عليه أكثر من أنه هو يخدم ويوعي، يكون عنده ثقافة وعي يقدر يوصلها للمواطن من حيث الآثار المترتبة عليه، ويكون كمان عنده نوع من التوعية للإنسان العادي. إيه الإجراءات اللي ممكن ياخدها في الايام اللي جايه، وخاصه ان احنا كل يوم في متغير بالنسبه للمتغيرات المناخيه. كمان المواطن لابد ان هو يزيد من اسهامه، سواء كانت سحابه سوداء، سواء كانت ايا كان له تاثير. كل واحد فينا يقدر بقدر من الامكان يقلل من الانبعاثات بتاعته داخل هذا المؤتمر بتاعنا النهارده بيتكلم عن الاعلام والتغيرات المناخيه. طبعا 27 ده يعني حديث العالم كله، مش بس تربيه نوعيه الزقازيق. فمن خلاله ان احنا بدانا ان احنا نعمل عمليه توعيه للكيان الصغير اللي احنا موجودين فيه، من الطلبه ومن اعضاء التدريس، من بعض القيادات اللي موجوده. طبعا استضفنا بعض المتخصصين اللي موجودين اللي يقدروا يساهموا في التوعيه للطلبه. قسم الاعلام بشكل خاص في كليه التربيه النوعيه يعتبر منبر اساسي ممكن من خلاله الطلبه ان هم ينفتحوا على العالم من خلال الأحداث الجارية. أما بالنسبة للمكتب الإعلامي بجامعة الزقازيق يعتبر منبر أساسي وشريك أساسي في أي فعاليات خاصة تخص جامعة الزقازيق، وعلى إثرها مؤتمر اليوم، مؤتمر المناخ كوب 27. المؤتمر موجه لطالبات قسم الإعلام بكلية التربية النوعية، فكان أهم التوصيات إن هم يهتموا هم نفسهم بتثقيف نفسهم، وإنهم يكون بالفعل عندهم هم في البداية وعي بيئي ولديهم معلومات بيئية صحيحة، وعارفين يعني إيه قضايا بيئية، عارفين يعني إيه تغيرات مناخية. لأن مش صح إن أنا أكتب حاجة للقارئ أنا ما عنديش علم بيها. تطوير من نفسهم، وإنهم يبتدوا أول ما يمارسوا الحياة العملية لو هيعالجوا بالفعل قضايا البيئة يبتدي يبسط المعلومة للقارئ، لأن القارئ لازم أبسط له القضية وأعرفه مدى خطورة القضايا البيئية عامة وقضايا التغيرات المناخية بصفة خاصة، أبين له دون تهويل ودون تهوين. اختتم الملتقى بمجموعة من التوصيات الهامة وتوزيع شهادات التقدير ودروع التميز للمشاركين من كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق. عادل الدالي، تلفزيون القناة.